من هي شوميشة نجمة الطبخ المغربي؟ شوميشة الشافعي هي من مواليد 1969 بضرب السلطان الدار البيضاء. هي مقدمة برامج مغربية برعت وتألقت من خلال إعداد وتقديم برنامجي الطبخ المغربي والعربي، شيوات شوميشة أو شيوات بلادي، وبرنامج الهرم، وبرنامج الناس والبيئة بالقناة الأولى المغربية. كما قدمت برامج طبخ على قناة كويزين تيفي الفرنسية، وأصدرت العديد من كتب طبخ باللغتين العربية والفرنسية. وهي تنحدر من إقليم سيدي حجاج التابع لمنطقة سطات، وهي أم لطفل، وتزوجت في سن 18 ربيعا، وحصلت على دبلوم في الإشهار والتسويق والاتصال. كما درست دراسة علمية تخصص كيمياء، وكانت بدايتها المهنية كعارضة ببرنامج الكلمة الصحية باللغة الفرنسية على القناة الثانية مع الإعلامي والمنتج محمد رمزي. واشتغلت في شركة كوروم سنة 1992، وعملت في الإنتاج، وعملت في خلق وإبداع ملابس الأفلام. كما عملت في ازدواجية الأصوات الدبلجة من خلال إعلانات، ومثلت في سلسلة سيت كوم بعنوان سفيان مع الممثل رشيد الوالي. تقوم شوميشة عبر برامجها شيوات شوميشة وشيوات بلادي بجولات في مختلف مناطق المغرب لتقدم أطباقا مغربية أصيلة تنطق بتميز وبخصوصية كل منطقة، دون إغفال بعض الوصفات العصرية التي تمزج بين ما هو عصري منفتح على الثقافات الأخرى وما هو أصيل يكاد لا يكون إلا في تلك المناطق. وحصلت شوميشة مؤخرا على شهادة تقدير ومنحة للدراسة بأكاديمية الطبخ الفرنسية كوردون بلو، وذلك خلال انعقاد مؤتمر كورميو فويز حول فنون الطبخ بمدينة كون الفرنسية. وقد شارك في المؤتمر العديد من البلدان الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية.